ونتحدث عن إبداعات النجوم في ساعة لقلبك مع الناقد المسرحي والكاتب الأستاذ ماجد عبده. أستاذ ماجد، ما هي الفكرة التي تتوقف عندها وتؤكد أنها إبداع من إبداعات الإذاعة المصرية؟ والله هو في الحقيقة حضرتك قلتي حاجة كويسة. هي طبعا الإذاعة عاشت، احنا اتربينا على الإذاعة. يعني أنا أعتقد إن احنا جيل من الأجيال اللي بالفعل اتربى على الإذاعة. يعني أنا أقول لحضرتك على حاجة، أنا مثلا وأنا بذاكر كان لازم الإذاعة تبقى شغالة جنبي. وعلى فكرة هما في 3 4 إذاعات يعني يمكن ما بنخرجش عنهم، بيبقوا شغالين دايما أثناء المذاكرة. اكتشفت إن مش أنا بس، ده أنا كنت متخيل إن أنا بحب أذاكر في الدوشة، لكن ده انا اكتشفت ان 90% من الشباب جيلي يعني. ما انا مش شباب دلوقتي على فكرة. ليه بقى؟ ما انا 42 سنة بقى خلاص. من يستمع إلى الإذاعة لازم يكون شباب. ايوه، هي الاذاعة على فكرة يعني ملحوظة يكون مهمة. روحه شابة، يعني لا عشان لا برضه هي طبعا احنا طبعا بنقدم طبعا. بنقدم برامجنا وموادنا الحقيقة المختلفة من ترفيه وثقافة وفن وسياسة إلى يعني المواطنين جميعا بكافة الفئات العمرية. ده صحيح، وانا اعتقد ان الاذاعه في حد ذاتها، الاذاعه هي شباب فعلا. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الحاجات اللي احنا اتربينا عليها من او سمعناها من واحنا صغيرين. انا حاجه من الحاجات مثلا اللي بتعلم معايا قوي ويمكن شكلت في وجداني برضو ككاتب، نفعتني وثقلتني وشكلت وجدان كده كوميدي. هي برنامج مثلا من البرامج اللي كانت فكره في منتهى الروعه، اللي هو ساعة لقلبك. ساعة لقلبك شغالة خيالك. مفيش كلام. عارفه حضرتك يعني ساعة لقلبك اي عمل ابداعي، اي عمل ابداعي هو فكره. او مش اي عمل، هو اي عمل فكره، لكن العمل الابداعي بالتحديد هو فكره. وفكره لازم يكون فيها الخيال. فطبعا ساعة لقلبك كان بيكتبها الاستاذ الكبير يوسف عوف، استاذنا طبعا، رحمه الله عليه. استاذ يوسف عوف يمتلك خيال خصب جدا. فطبعا عمل لنا مجموعه من الشخصيات اللي عاشت معانا لغايه النهارده على فكره. وعايز اقول لحضرتك ان البرنامج ده مش بس كفكره، يعني زرع جوانا مبادئ وزرع جوانا قيم مجتمعيه مهمه، وناقش قضايا في منتهى الاهميه. وكان يعني ودي بقى على فكره خبره وحنكه الكاتب، ان هو حتى القضايا اللي هو بيناقشها بدون ايديولوجيه، بيناقشها كرؤيته كمواطن يعني. فبشكل كوميدي وبشكل ساخر. وطبعا انت عارفه حضرتك الحاجات الكوميديه لما تيجي تناقشي قضيه مهمه وتناقشيها بشكل كوميدي، اعتقد ان هي بتوصل اسرع وبتتبلور اسرع بكتير يعني. لما بيكون الأسلوب بقى شيق وجذاب فبيكون طبعا التأثير أكبر. طبعا مفيش كلام. وطبعا ففكره برنامج ساعة لقلبك، وكان بيتناول عده فقرات. مش بس طلع لنا قيم وزرع جوانا قيم ومبادئ، لا ده طلع لنا نجوم كمان. انا عايز اقول لك على معلومه، مش عارف حضرتك تعرفيها اكيد بس الساده المستمعين هيستغربوا. شخصيه من الشخصيات اللي طلعت في ساعة لقلبك برقت جدا جدا جدا، خواجه بيجو. الخواجه بيجو يعني لو سالت اي حد هيقول لك جنسيته يوناني. الخواجه بيجو مصري ومن الزقازيق، وهو مش خواجه، ده مصري وطلع وعمل الشخصيه. بصي بقى من حنكه الكاتب زي ما بقول لحضرتك انه رسم شخصيه، طلعت الشخصيه دي والناس صدقت ان هو خواجه، ولغايه النهارده الناس مصدقه ان هو خواجه وعايشه بالفاظه وبكلمات. هل أقنعتك مثلا لما كنت بتسمع في البدايات الخواجة بيجو، أقنعتك الشخصية إن هي فعلا هو خواجة؟ لا ده انا هقول لك الاكتر من كده. طبعا مصدق ان هو خواجه، واحلف مين؟ كمان لو حد سالني هحلف. لكن اللي هقول لك الاعمق من كده اللي هو الثنائي بتاع الخواجه بيجو، اللي هو ابو لمعه، اللي هو الفنان محمد احمد المصري. انا كنت مصدق ان هو كذاب بجد. ده من كتر فشله. من كتر ما بيفشل انا كنت متخيل ان انا لو قابلت الراجل ده في يوم من الايام هيكذب عليا. طلع مثلا الشخصيه بتاعت فؤاد المهندس والفنانه الكبيره خيريه احمد محمود، يا حبيبي وهتتجوزني يا محمود. النهارده الافيهات دي بتتقال النهارده في وسطينا وعايشه في وسطينا، ومن خلالها
بنناقش قضايا وبنبلور قضايا. هذه الشخصيات اللي عاشت في وجداننا وشكلت يعني زرعت جوانا مبادئ وكرهتنا في حاجات سيئة وسلبية، بدأنا يعني نلفظها من خلال برنامج زي ده. فتخيلي ان الفكرة لما تكون الفكرة فكرة برنامج زي كده قد ايه ممكن تعمل تربي جيل. طب احنا ما ننساش كمان الفنان الكبير صاحب مدرسة المدبوليزم عبد المنعم طبعا مدبولي. طبعا طبعا وساعة لقلبك طبعا طبعا قدم فيها طبعا يعني طبعا حاجات جميلة جدا. طبعا طبعا. وعلى فكرة هقول لحضرتك على حاجة. الفنان عبد المنعم مدبولي يعني مدرسة المدبوليزم، هقول لك على حاجة غريبة. هي مدرسة المدبوليزم في رأيي الشخصي هي ما بتلعبش على ان هي تقدم قيمة قد ما بتلعب على ان هي تقدم ضحك. يعني تخيلي كده لما توصفي المدبوليزم تقولي لا ده هو اهم حاجة عند عبد المنعم مدبولي، مع حفظ الألقاب طبعا الأستاذ الكبير عبد المنعم مدبولي، اهم حاجة عنده ان هو يضحكنا. لكن شوفي بقى في الزمن ده وهو اهم حاجه انه يضحكنا، لان الضحك برضه وراه قيمه، مع ان هو همه الرئيسي الضحك. مش الضحك ولذلك للضحك، ولكن اه في هدف، اه في حاجة عايز توصلها اه للناس. اه ولكن في الوقت ده بيوصف عبد المنعم مدبولي بان المدبوليزم اهم حاجه فيها الضحك، ما بتلعبش على قيمه. ولكن لما تيجي انت تشوفيها دلوقتي من خلال بقى المقارنه بالاعمال الكتير اللي موجوده التي ليس لها قيمه الان، تلاقي لا ده المدبوليزم كانت طبعا قيمه كبيره جدا جدا جدا. وعبد المنعم مدبولي قدم من خلال برنامج زي البرنامج بتاعنا اللي بنتكلم عليه اللي هو ساعة لقلبك، قدم مجموعة من النماذج والنماذج التي يحتذى بيها. يعني قدم مجموعة من الناس ناقش قضايا كتير وكان ليه فضل كبير قوي في انه يطلع نجوم كتير جدا. الناقد المسرحي والكاتب الأستاذ ماجد عبده، ساعة لقلبك إبداع من إبداعات الإذاعة المصرية، بعد ذلك تحول إلى برنامج تلفزيوني شاهدناه كلنا واتفرجنا عليه، وكان فيه شخصيات كرتونية لأنه كان إبداع فني صحيح اه وله قيمة. السؤال ده بقى سؤال عميق. صح. يعني عارفة حضرتك دايما الإبداع الفني اللي هو معمول بصدق، بصدق في كل حاجة. عايز أقول لحضرتك إن البرنامج ده اتكتب يعني أستاذ يوسف عوف لما تقري تلاقي شخصيته موجودة جوه كتاباته. يعني ما انفصلش عن الشخصية الحقيقية للكاتب، كتاباته ما انفصلتش عنه. لما تشوفي مجموعة الفنانين العظام اللي هم كانوا موجودين في برنامج ساعة لقلبك، تجدي ان هم بيمثلوا حبا في التمثيل، مش لان هياخد فلوس. هو بيحب الحاجة دي ورايح يعملها. وعلى فكرة كانت اجورهم لا تذكر، وكان في ناس بيشتغل ببلاش. الحاجة الثالثة ان كل صف العمل اللي بيشتغل في هذا العمل حابب انه يطلع الحاجة دي، فلان اتعملت بحب واتعملت كمان بحرفية شديدة، لان هم فنانين وفنانين بجد، مش مجرد يعني ناس مدعين. فطبعا البرنامج تحول لبرنامج تلفزيوني، وبعد كده تحول لكرتون وعايش معانا لغاية النهاردة. في النهاردة كتير قوي من الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها بتتعمل في برامج حوالينا، لكن تقعد اسبوع وتنتهي، تقعد شهر وتنتهي، تقعد سنة 3 سنين وتنتهي مثلا. يعني اقصى حاجة بتقعد لها 2 3 وتنتهي. لكن الابداع اللي هو بجد من غير بقى لا واسطة ومن غير ناس تعبانة والكلام ده كله. إذا هذه هي الأسباب التي جعلت ساعة لقلبك عمل فني له قيمة كبيرة ويعيش حتى الآن. طبعا ولا ده في ملحوظة كمان طبعا، يعني ملحوظة حضرتك ملحوظة مهمة. عاش ساعة لقلبك، برنامج ساعة لقلبك عاش لحد اللحظة دي للأسباب دي. لكن الملحوظة الأهم إن لو تتفرجي على ساعة لقلبك هتلاقي نفسك اتفرجتي عليه وانت صغيرة لغاية النهاردة. هتلاقي يعني ناسب كل الأعمار، هتلاقي ناسب كل أفراد الأسرة. ودي بقى المعادلة الصعبة اللي احنا بنحاول نحققها في الفن، إن احنا ايه نعمل حاجة لطيفة تضحك من غير تهريج، ونعمل حاجة يعني تناسب الطفل وتناسب الشاب، تناسب الراجل المسن. فلو اي حد من افراد الاسره المصريه سواء كان بسيط او مثقف هيقعد قدام البرنامج ده، فشوفي بقى عد قيم، مجموعه من القيم، مجموعه من المتع التي لا تتخيليها. شوفي اداء كل شخصيه، اداء كل شخصيه والله يدرس، كل شخصيه لوحدها تدرس. هنسمع مع بعض
جزء من ساعة القلب. نستكمل الحوار مع الكاتب والناقد المسرحي الأستاذ ماجد عبده وفكرة الصور الغنائية التي داعبت خيال المستمع دائما. ايه اللي عايش في وجدانك وفعلا بتعتبره فكرة متميزة وشكل فني فيه الكثير من الإبداع؟ والله انا هقول لحضرتك على حاجه، اقول لحضرتك على سر. دايما لما اقول لك على سر بتفتشيه يعني. انا طب لما طب احنا هنقول سر واحد. هو انا الحقيقه لما جيت يعني دايما لما بقعد مثلا انا مع ابني او بنتي، اقعد احكي لهم حدوته. فطبعا اكيد كل الناس بتحكي حواديت. انا دايما يجي في دماغي قبل ما احكي الحدوته، يجي في دماغي قصه معروف الاسكافي. لانك كمان ايه، انت كاتب. اه فزي ما احنا قلنا ان عنصر الخيال هنا بيلعب دور. طبعا الكاتب عنصر الخيال مهم بالنسبه له طبعا جدا. طبعا كمان اللي بيكتب طبعا السيناريو طبعا السرد صحيح. ايه الجزء اللي بتفتكره من علي بابا الأربعين حرام؟ اقول لك وما تضحكيش. لا هتقولي وهضحك. عطسي يرحمكم الله بسريع، مش انا معلم. وعلى فكره انا بنتي يا حبيبه كل ما تعطس اقول لها من وهي صغيره، اقول لها يرحمكم الله ابو سريع على فكره، لدرجه ان هي دلوقتي لما حد يعطس تقول له يرحمكم الله ابو سريع، بقت كلمه. هي قد ايه؟ ما شاء الله دلوقتي عندها في ابتدائيه يعني. طب ما قالتلكش يا بابا مثلا انت بتقول يعني ليه ابو سريع؟ سالتني طبعا طب ايه انت قلت قصه ابو لها؟ سريع دي يا بابا؟ فقلت لها والله قصه، حكت لها طبعا قصه علي بابا ال40 حرامي، وسمعته لها كمان، وعرفته بقت هي حتى بتقولها دلوقتي اي حد يعطس تضحك الاول. وبتورثها بقى من عندي عمر 3 سنين، فبتورثها لعمر دلوقتي. بتقول له عمر لما يعطس تقول له يرحمكم الله بسريع، هو بيحاول بقى لسه. جزء منه بينتقل من جيل الى اخر، بيربينا وبيربي ولادنا. دي حاجه جميله يعني تحسب للقائمين على هذا العمل العظيم. يعني علي بابا ال40 حرامي ده كانت كلمات ابراهيم رجب والحان عبد الحليم علي. فندعي لهم بقى يعني ربونا وربوا عيالنا على قيمه حلوه. يا ريت نقدر النهارده يعني في عندنا فنانين كويسين جدا جدا يقدروا يعملوا لنا الحاجات الحلوه دي. انت بتتوقف عند معروف الاسكافي ليه؟ انا دايما بقى بيجي في دماغي معروف الاسكافي. وعلى فكره انا لما كنت دايما اسمع معروف الاسكافي كنت الراجل اللي هو الاسكافي، على فكره اسكافي يعني اللي هو بيصلح الاحذيه. فدايما الراجل الاسكافي ده كنت اقعد اشوفه واتخيله شايفه يعني لغايه دلوقتي. انا لما اجي احكي لاولادي مثلا معروف الاسكافي ساعات اقعد احكيها لهم، فلان انا دايما بتيجي في دماغي، فانا حاسس ان انا شايف الراجل ده ومتخيل شكله، يعني متخيل طوله ووزنه وحركته وبيعمل ايه بتفاصيل ملامح، بتفاصيل ممله. طبعا التفاصيل دي بقى انا عايز اقول لك الملحوظه ان التفاصيل دي ما كانتش موجوده في الاوبريت. يعني ما قالولناش الراجل ده وزنه كذا وطوله كذا ولابس ما قالولناش كده. لكن من روعه هذا العمل ومن روعه اقناعك ان انت اقتنعتي، الحاله دي برضو حاله لازم تقتنعي. من روعه ان هو عرف يقنعك بهذا العمل، فوصلتي لحاله ان انت خدتي التفاصيل دي برضو وبداتي انت كمان تتخيليها يعني. ما هي الاذاعه طبعا فيها نوع كبير من او مساحه واسعه من الخيال.